المشكلة الوحيدة اللي بالنجف على مستوى قيادة الشرطة الحكومة المحلية، حتى أكون صريح وياك كلش، الحكومة المحلية بالنجف لا تتدخل بتنصيب قائد الشرطة ولا تتدخل بإقالة قائد الشرطة. تمام، صار تقريبا ثاني أو ثالث قائد شرطة، الحكومة المحلية ما تختاره والحكومة المحلية أيضا ما تقيله. تمام، كلها صلاحية وزير. هسه الشيء اللي صار مؤخرا بالمحافظة، إذا تسألني خطأ أقول لك خطأ اللي صار. سببه شنو؟ سببه عدم تطبيق المادة القانونية الخاصة بهذا الموضوع. يعني مثلا احنا عندنا الدقة العشارية 4 إرهاب. تمام، 4 إرهاب، هذه المادة القانونية ما جاي تطبق على الشخص اللي يستخدمها، أو يطبق القانون على سين وما يطبق على صاد. يعني مثلا مؤخرا طبق القانون على 10 الكلابيين، لكن سبقها قبلها صارت دقات عشائرية ما تطبق القانون عليهم. إذن هنا القانون جاي يطبق على ناس وناس. حتى نخلص من هذا الموضوع كله لازم يطبق القانون، تطبق المادة 4 إرهاب على كل واحد يعمل بهذه الأشياء، الدقة العشائرية وما شابه ذلك. أما تسألني تقول لي مثلا أنت طالب بإقالة قائد الشرطة بسبب هذه الحالة، أقول لك أنه صعب أنه أنا أحكم على قائد الشرطة على شغلة صارت بلحظة آنية. يعني قائد الشرطة سابقا إجانا لهنا بالمناسبة للمجلس وطالب الحكومة المحلية بهواي أشياء، عندنا نقص كذا ونقص كذا ونقص ما أريد أذكرهن. تمام، فما يقدر هو يخلي شرطة بكل فرع ويخلي دورية بكل شارع لكن سرعة تلافي الخطأ اللي صار أنا أعتبرها ممتازة. يعني بسرعة تلافوا الخطأ، جاءوا وسيطروا على الوضع، هدئوها، اعتقلوا جماعة كذا. بالمناسبة على موضوع الاعتقالات، أنا ضد اعتقال الشيخ الكلابين بهذا الخصوص، لأن أعتقد أنه هذا الموضوع يزود الوتيرة ما ينقصها. أنا كأكرم شربت جهد الاستخباري بالمحافظة مو بالمستوى المطلوب، لأن جاي يصير عندنا أشياء لو كان عندنا جهد استخباري قوي ما تصير عندنا هذه الأشياء. فالوضع الأمني بالمحافظة يعني أنا أنطيه 50-50، ما أنطيه أكثر من هذا الرقم يعني.